من حوالي 2 مليار ل 1.8 مليار سنه فاتت حصلت طفره جباره في تطور الحياه، وهي ظهور الخلايا حقيقيه النواه، اليوكاريوتيك سيلز. خلينا نوضح الاول ايه هي الخلايا حقيقيه النواه. ببساطه هي الخلايا اللي عندها نواه حقيقيه جواها، والنوايا دي بتحمي الحمض النووي الدي ان ايه وتخليه في مكان واحد. واللي بيميز الخلايا دي عن الخلايا البدائيه البروكاريوتيك سيلز واللي كانت موجوده قبلها ان عندها عضديات متخصصه جواها زي الميتوكوندريا، واللي بتعتبر زي مولدات الطاقه للخلايا. طب ايه اللي خلى النوع ده من الخلايا يظهر؟ في نظريه بتقول ان ده حصل نتيجه لعمليه اسمها البلعمه، الاندوسيمبيوسيس. يعني كائنات حيه بدائيه صغيره دخلت جوه خلايا اكبر وعاشت جواها، وبمرور الزمن الكائنات الصغيره دي بدل ما تتاكل من الخلايا الكبيره بقت جزء منها، وده ادى لظهور الخلايا حقيقيه النواه. لكن مش كل العلماء متفقين على النظريه دي. في اللي بيقول ان العمليه دي ممكن تكون حصلت بشكل تدريجي جدا وعلى مراحل، وان الموضوع معقد اكتر من كده. بس اللي متفق عليه ان ظهور الخلايا دي كان الاساس اللي اتبنى عليه تطور الحياه المعقده بعد كده. يعني لو ما كانتش الخلايا حقيقيه النواه ظهرت، كان ممكن نكون لسه عايشين في عالم مليان بكائنات وحيده الخليه بس.